السلام عليكم الحباب الزوينين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ دايرين وليداتكم؟ معز عليكم. فيديو جديد ونهار جديد. تنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال نتوما كتشاهدوه يا ربي. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم الروتين ديالي ديال نهار الحد. كما تشوفوا شوفوا راه الدار مراونه يا البنات. عاد بديت تنجمع هذه العجينه ديال اكرم اللي تيجلس عليها. هاد الصلايات عاد غنصايبهم، وهنا العجينه راه قرصناها، خصها غير تخمر وتمشي للفران. وغنشارك معكم الروتين ديالي ان شاء الله الحباب الزوينين كما تتشوفوا. واللي وصلت اختي حتى لهنا ما تنسانيش بواحد اللايك وواحد الكومونتير. الله يجازيكم بخير. شوفوا البنات الدار كلها باقا مرونه. تعرفوا نهار الحد بنادم ما تيفيقش بكري، تصبحوا ناعسين الدراري وداك الشيء علاش ما تنوضوش حتى حنايا بكري. نهار الحد تنرتاحوا فيه واحد شويه. هادشي اللي كاين البنات. تنبغي نشارك معكم اي حاجه تنديرها. ما تنسونيش بلي لايك ديالكم. الله يجازيكم بخير. راه الفيديو تيتشاف ولكن اللي لايك ما تيكونوش. ما تنسونيش باللايكات ديالكم. الله يجازيكم بخير وتعاونوا معايا. قناتي باقا صغيره ويلا بديت وبغيت نكبر القناه ديالي انا ونخدم عليها. هادشي اللي كاين البنات. وما تنسونيش باللايكات ديالكم وبالكومونتيرات ديالكم الزوينين. الله يجازيكم بخير. وانتم معايا تشوفوا كلشي ان شاء الله. من بعد ما ساليت الشقه ديالي وجمعت الدار دزت باش ندير الغدا. ان شاء الله غنديروا اليوم السفه بالدجاج، السفه مدفونه وكلشي تيعرفها. تنبغي نشارك معكم داكشي اللي تندير، ما تنخبي عليكم حتى شي حاجه. المهم دابا غندهنوا السفه ديالنا بزويته وغنردها تفور. وهانتوما معايا تشوفوا كلشي ان شاء الله. وعاد نحضر نغسل الدجاج ونقي البصله. وهانتوما معايا تشوفوا كلشي ان شاء الله. بسم الله على بركه الله. غندخل فيها هاد الزيت البنات مزيان، عاد غنردها تفور ان شاء الله. البنات هادي راه كيلو ديال السفه كما تشوفوا. هانتوما البنات راه دخلاتها الزيت كامله، خصها كلها تقاس بالزيت. هنا ودابا غنديرها في الكسكاس. تيم ديك الكحله راه هي فيها تساوي. البنات كما تشوفوا غنديرها في الكسكاس. دهنتها مزيان باش ما تعجنش لينا كما قلت لكم في الاول. خصها كلها تقاس بالزيت صافي. ودابا غندوزو باش نقيو البصله ان شاء الله. هانتوما معايا. من بعد ما درت السفه ديالنا طفو، هذا هو الدجاج ديالي اللي غندير مع السفه. كما تشوفوا كل واحد يدير قياسو. هادشي اللي كاين هنا. الدجاج راه حكيت عليه الثومه كما تشوفوا. وهذه هي العطريه اللي غندير فيه. عندي سكينجبير والخرطوم والبزار والقرفه. وهذه هي البصله ديالنا البنات كما تشوفوا. عندي هنا 4 البصلات البنات كبار. غندير وكاس ونص ديال الزيت اللي غندير فيه. هانتوما معايا تشوفوا كلشي ان شاء الله. دابا البنات درت القياس ديال البصله فين يتقلى الدجاج. على ما يتقلى وغنزيد البصله. غنخليه يتشحر على خاطرو. هذا الزيت البنات غنزيد واحد شويه. صافي. وغندير شويه ديال السمن. الملحه البنات ما غنديرهاش دابا حتى يتشحر ليا هادشي على حسب الملحه. راه هذا السمن راه مالح والثومه وداكشي علاش ما درتهاش دابا. من بعد ما فارت ليا الشعريه كما تشوفوا غندير ليها الماء. ندير ليها الماء بزايده البنات. هانتوما شوفوا حتى يغطيها. هانتوما بحال نغسلها. غنخليها في هذا الماء واحد شويه، ماشي بزاف، غير شي 2 دقائق بحال هكا. عاد غنديرها عاوتاني في الكسكاس. دابا البنات راه صافي غنحيدها.
كما تشوفوا. رجعت الفرن المره الثانيه. من الاحسن البنات ديروا ليها الماء بارد حيت الماء سخون تيعجنها. هذه الفرة الثانيه راني حيدتها ودرت ليها 3 كيسان الماء. ها نتوما شوفوا كي تجي محلوله. درت لها 3 كيسان الماء ودرت لها شويه ديال الملحه. دابا غنزيد ليها الزبده ونخليها حتى تشرب وعاد نعاود نردها تفور الفرة الثالثه. صفات تفور الفرة الثالثه كما تشوفوا معايا هنايا. صافي هذه هي الفرة الاخرى. وهنا راه طابت ليا المريقه، طاب الدجاج. دابا غنحيد الدجاج من هاد المريقه هذه وغنفرتو نحيد منه العظيمات اللي فيه وغنرد هاد البصله هذه تتشحر مزيان تقلى مزيان توقف عاد غنطفي عليها. البنات هنايا راه علقت الفواكه الجافه كما تشوفوا. درت شويه ديال سنيده وشويه ديال العسل شويه ديال الماء زهر ودرت القرفه ودرت هنا الزبيب واللوز والكركاع. عسلتهم مزيان هانتوما كما تشوفوا. غنديرهم للتزيين ان شاء الله. وهذا البنات الدجاج اللي طيبت معكم. هنا راه فرتته حيت منه العظومه كاملين كما تشوفوا. وهذه الصفه كما تشوفوا راه فارت. دابا راه وجدات. دابا راه تنحط شويه بشويه. حطيت التفريشه الاولى وغندير ليها الدجاج ونسكيها شويه بديك البصيله اللي خليتها تدغمرات وعاد نزيد عاوتاني الطبقه الثانيه ومزوقه حتى هي. دابا كما تشوفوا البنات ندير شويه ديال الدجاج. دابا غنسكيه بشويه ديال الدغميره. هانتوما البنات سكيها غير شويه. هانتوما معايا تشوفوا الطبق النهائي ان شاء الله. البنات هذا هو الطبق ديالي النهائي. تنتمنى يكون عجبكم وقبلوا عليا. وهذا هو الفيديو ديالي ديال هذا النهار. تنتمنى انه يعجبكم وما تنسونيش باللايكات ديالكم وبالكومونتيرات ديالكم الزوينين. الله يسهل عليكم وشكرا وبسلامه عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله يا ربي.